بقالي ساعتين كسلان. معظم اللي عندي ده بسبب ان انا بقالي فتره امتحن وضغط امتحانات وكده. بس عارفين انا الساعتين اللي فاتوا دولي، انا لو كنت ذاكرت كنت هبقى فرحان اكتر من كده، مش هبقى زعلان. فانا بقول الناس اللي ملتزمه في حاجات تعملها كل يوم احسن من الناس اللي اي حاجه بتيجي على دماغها بتعملها ومش ملتزمه بحاجه. طب ليه؟ هضرب مثال مثلا بالجيم مثلا، لان كنت رحت فتره فيه وكده. وقطعت عشان امتحانات، يعني عشان تالتة سنة واللي انا فيها ديت خنقتني الصراحة. هضرب مثال مثلا، اول ما تروح الجيم هتبقى زعلان، مش عاوز تروح الجيم، تبقى كسلان، هيبقى صعب عليك. تاني اسبوع هيبقى اسهل شوية، تالت اسبوع اسهل، رابع اسبوع هتحب الجيم اصلا يعني. فانت لو مش ملتزم، تخين مش عارف تخس مثلا، او رفيع زي مش عارف تزيد وزن وعشان انت مش منتظم، عشان انت مش ملتزم بحاجة تعملها، اعمل دايت، اعمل نظام تمشي عليه، روح الجيم. فاهمني؟ فانا بدي مثال، ما تزعلش من كلامي، لان انا بقول اللي في قلبي الصراحة. وانا مش محضر اصلا الفيديو اللي انا بعمله ده، بس بعمله انا اصلا بعمل الفيديو لنفسي اصلا عشان اقوم اذاكر، استغفر الله العظيم، عشان اذاكر بلاغة المادة الكويسة اللي انا امتحنها بكرة. هدي نفسي. وما تنسوش دعواتكم ليا، وما تنساش تشترك في القناة وتبص على أول تعليق لأنه مهم جدا. وبس كده، دعواتكم يا اخواتي، سلام.